احكي لكم قصة حدوتة في زماننا دهوت، مش في زمان الصحابة. أرجو إن احنا نفهمها كويس، لأنها قصة تحتاج لعقل والقلب. القصة ده هي اتعملت فيلم سينمائي قام ببطولته عمر الشريف، كان باللغة الفرنسية، لكن للأسف الشديد هم ما عملوش القصة الحقيقية، هم خدوا منها المعنى اللي يخدم مبادئهم وقيمهم وإلى ما يهدفون إليه، وطبعا هم لا يدعون إلى قيم ومبادئ الإسلام إطلاقا. القصة الحقيقية أنا شخصيا سمعتها من صاحبها، سمعتها بوداني وشفت صاحبها بعينيا وسلمت عليه بإيدي وعشت معاه. القصة دي حصلت في الزمان بتاعنا. برضه أنا اخترت القصة دي أقولها النهاردة يا جماعة، علشان احنا قاعدين بنتكلم على الصحابة وبنتكلم على النبي وبنتكلم على الأنبياء وبنتكلم على أولياء الله. كل واحد يقول طب احنا فين وهم فين؟ لا، القصة اللي بقولها لك دهيت في زماننا دهوت، وناس زينا بل أقل مننا. القصة دي بتقول إن كان في بقال اسمه عم إبراهيم، كان فاتح دكان بقالة في فرنسا، بقال تركي مسلم، تركي مسلم بقال، يعني ما بيعرفش لغة عربية، يعني مش دكتور ولا معاه 2 دكتوراه ولا هو فيلسوف ولا بروفيسور ولا حاجة، ده بقال، يعني راجل بسيط خالص في مستواه الثقافي. تركي علمه بالعربية وبالإسلام محدود جدا، بس هذا التركي اسمه عم إبراهيم فاتح دكان بقالة في فرنسا. العمارة اللي فاتح فيها الدكان كان فيه أسرة يهودية تسكن في هذه العمارة، عندهم طفل صغير اسمه جاد عمره 7 سنين. زي أي أسرة وزي أي طفل كل يوم يبعتوا جاد يشتري البقالة من عم إبراهيم، أمه تبعته يشتري البقالة من عم إبراهيم، ينزل جاد الطفل اليهودي اللي عمره 7 سنين يشتري البقالة من عم إبراهيم، وهو خارج يسرق باكو شوكولاتة زي عادة اليهود في أي زمان وفي أي مكان. كل يوم ينزل يشتري البقالة ويسرق باكو شوكولاتة، ينزل يشتري البقالة ويسرق باكو شوكولاتة. في يوم جاد نزل اشترى البقالة ونسي يسرق باكو الشوكولاتة، خرج من غير ما يسرق باكو الشوكولاتة. عم إبراهيم نده له وقال له يا جاد خد باكو الشوكولاتة اللي انت بتاخده كل يوم. الله، هو انت كل يوم بتشوفني يا عم إبراهيم وانا بسرق باكو الشوكولاتة؟ ايوه كل يوم بشوفك يا جاد وانت بتسرق باكو الشوكولاتة، خد الباكو بتاع النهاردة انت نسيت تسرقه. جاد قال له يا عم إبراهيم انا خلاص عمري ما هسرق شوكولاتة. قال له لا، اوعى تسرق اي حاجة، مش الشوكولاتة بس، لان انت ممكن تسرق اي حاجة وتبقى عامل حسابك ان صاحبها ما هوش شايفك وهو يبقى شايفك، لكن انا عشان بحبك يا جاد ما رضيتش اذيك، ما رضيتش اوديك الشرطة، اوعى يا جاد تسرق حاجة تاني. قال له خلاص يا عم إبراهيم انا عمري ما هسرق اي حاجة تاني. بقى جاد كل يوم وهو خارج من المحل ياخد باكو الشوكولاتة ويقول له يا عم إبراهيم انا خدت باكو الشوكولاتة بتاعي. قارن، شوف عم إبراهيم من اولها راجل بيفكر ازاي. لو حد مننا مكان عم إبراهيم كان عمل ايه في الطفل ده؟ هو عم إبراهيم من البداية كده راجل ما هو سهل، ده ساب الولد يسرق ويسرق ويسرق لغاية ما في يوم نسي يسرق. عم إبراهيم حب يعلمه. قارن بين عم إبراهيم ده هو اللي بيخلي الطفل اليهودي يبطل سرقة، وبين أب عربي مسلم في دولة عربية مسلمة بدون ذكر أسماء، كان مجدد البيت بتاعه وداهن نقاشة وعامل شغل جديد. دخل من الشغل لقى ابنه الصغير اللي عمره 7 سنين أو 5 سنين ماسك قلم رصاص وقاعد يكتب على الحيطة، قاعد يكتب على الحيطة اللي لسه مدهونة اللي لسه دافع فيها كتير. يعمل ايه الأب؟ جاب عصاية وضرب ابنه علقة جامدة على ايديه اللي قاعد يشخبط بيها، ضربه ضرب جامد على ايديه. ايدين الولد ورمت، استنى يوم تاني يوم عشان تخف،
ورمت اكتر، ثالث يوم ازرقت، رابع يوم بقت ورمة اكتر. ودوا له الدكتور. الدكتور قال ده في نزيف ولازم ايدين الولد تتقطع. قطعوا ايدين الولد. الولد لما فاق من البنج ولقى ايديه مقطوعة ومربوطة ولقى ابوه قاعد جنبه، الولد بص لابوه وقال له يا ابويا انا اسف، انا مش هعمل كده تاني، بس رجع لي ايديا اللي اتقطعت. الاب طلع طبنجة وضرب نفسه بالنار. قارب بين الاب ده ازاي بيربي ابنه وبين عم ابراهيم ازاي بيربي الطفل اليهودي اللي اسمه جاد الحرامي اللي بيسرق منه الشوكولاته. عم ابراهيم توطدت العلاقه جدا بينه وبين الطفل اليهودي، بينه وبين جاد. بقى جاد كل يوم ينزل يقعد مع عم ابراهيم، يحصل مشاكل في البيت، امه تضربه وابوه يزعق له، ينزل جاد يحكي المشكله بتاعته لعم ابراهيم. تخيلوا طفل يهودي عمره 7 سنين ينزل يقعد مع راجل مسلم عمره 50 سنة يحكي له المشكلة اللي بينه وبين امه. بابا ضربني، ماما ضربتني، ماما شخطت فيا. عم ابراهيم يعمل ايه؟ عم ابراهيم يسمع كويس جدا من جاد لغاية جاد ما يخلص كل الكلام. عم ابراهيم يفتح درج المكتب ويطلع كتاب، يدي الكتاب لجاد ويقول له غمض عينيك وافتح الكتاب ده. جاد يغمض عينيه ويفتح الكتاب، يديه لعم ابراهيم. عم ابراهيم يقرا الصفحتين اللي اتفتح عليهم الكتاب ويقفل الكتاب ويحطه في درج المكتب ويبدأ يتناقش مع جاد في المشكلة بتاعته لغاية ما يطلعوا حل للمشكلة. كل يوم جاد ينزل لعم ابراهيم بمشكلة، عم ابراهيم يقعد يسمعه كويس جدا، يديله الكتاب، جاد يغمض عينه ويفتح الكتاب، عم ابراهيم ياخد الكتاب يقراه يقفله ويحطه في درج المكتب ويطلع حل للمشكلة. توطدت العلاقة جدا بين جاد وبين عم ابراهيم، ومرت الايام وكبر جاد وكبر عم ابراهيم ومات عم ابراهيم. وعم ابراهيم بيموت ساب وصية، قال لابنه، قال لولاده الصندوق ده ادوه لجاد جارنا. لما مات عم ابراهيم اولاده خدوا الصندوق وراحوا ادوه لجاد.